إيه يا جماعة الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ شايفين الجمال؟ بجد حاجة كده وهمية، حاجة خرافية. بُصّي، تستاهل تقولي عليها كل حاجة. شايفة الجمال من هنا واللفة، شايفة التناسق وشايفة الحلاوة. يالّا نشوف الجمال ده عملناه إزاي. بس قبل ما نبتدي نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونقول اللهم بارك ونسمّي الله. يالّا بينا نشوف الوصفة النهارده، يالّا بينا. أول حاجة بقى بولة فيها بيضتين وكيس فانيليا أو كيسين فانيليا، معلقة ونص كبيرة من السكر، وبالمضرب الكهربائي أو اليدوي واخفقي كويس جدا. كوباية من اللبن اللي هي 250 جرام من اللبن أو الحليب، وبعد كده 100 جرام من الدقيق اللي هي الكوباية ال200. تمام، واخفقيهم برضو كويس بالمضرب كده اليدوي أو الكهربائي. وخمس معالق كبار من الزبدة السايحة أو 35 جرام من الزبدة وسيحتهم في الميكرويف. تعالي بقى خلاص اخفقي كل ده كويس وانزلي بلون طعام نقطة من الأصفر. تمام، أنا نزلت نقطة بالأول وبعد كده نقطة تاني مرة. مش عايزة لون الطعام الغيه، ما عنديش لون طعام وعايزة اديله لون يا شيماء، حطي رشة كركم. تمام، رشة بين صوابعك. وتعالي بقى صفي الخليط بتاعك ده ولا يرتاح ولا أي حاجة. شايفة طاسة بقى تكون مناعة للصق، ونقطة زيت واحدة، نقطة واحدة زي ما انتي شفتي كده ومسحتها بالمنديل كويس. وابدأي بقى انزلي بعجينة الكريب الخطيرة دي. اللي هبص الطاسة من أول ما عملت أول واحدة لحد آخر واحدة، أنا ما حطيتش زيت تاني خالص، هي أول نقطة ومسحتها بمنديل. بين كل واحدة وواحدة آجي أعملها بامسح بالمنديل اللي أنا مسحت بيه فقط لا غير. ما تحطيش زيت تاني، بس يكون الطاسة عندك مانعة للصق. ما تكونش مثلا طاسة، ممكن تعمليها في طاسة ألمونيا بس هتحتاجي تحطي فيها زيت كل شوية وهتبقى مدهننة قوي. بصي بمسح بالمنديل بس يا دوبك كده. وبعد كده ايه احط الكريبايه بتاعتي وكملت الكميه بتاعتي كلها زي ما أنتِ شايفة. وحاولي إن أنتِ ما تخلّيهوش يتحمّر معاكِ، أنا عايزاه يا دوبك بس كده إن هو يستوي واشيله على طول من على النار. تمام، أنا دلوقتي مش باعمل له كريب أكل، ده كريب حلو. تعالي بقى بُصّي هُم عملوا معايا 6 وحدات. معايا بقى منجاية قشّرتها بالمقشرة بتاعة البطاطس العادية خالص، بتطلّع القشرة بس كده وبتبقى جميلة. وهاتي المانجا بقى كده شيليها من البذرة بتاعتها وقطّعيها كده شرايح زي ما أنتِ شايفة بالضبط. أنا خدت الوش والضهر بتاع المانجا وباقطّعه كده شرايح زي ما أنتِ شايفة. بالضبط كده هناخد حوالي منجاية ونُص، الرولين اللي إحنا عملناهم هياخدوا منجاية ونُص. تعالي بقى معايا 100 جرام من الكريم شانتيه، عليه معلقتين كبار من السكر البودر، لإن الكريم الشانتيه خام، عليهم حوالي 150 جرام من اللبن أو الحليب. وابدئي بقى بالمضرب الكهربائي اخفقيهم كويس جدًا لحد ما يدّوا السُمك. أنا باقول لِك إن الكوباية دي اللي هي ال200 جرام، ودايمًا خلّي عندِك كوبايات معيارية لل250 ومجات اللي هي 200 جرام، وهتعرفي تشتغلي لو ما عندكيش حتى ميزان. رُصي الكريب بتاعِك بنفس الشكل اللي أنتِ شايفاني بارُصّه، ولازم كل واحدة تكون ساندة على التانية، ما ينفعش تخلّيهم على الحرف خالص، لإن أول ما تيجي تروليهم هيتفكوا منِّك. خلّي بالِك إن الكريب لازم تكون واخدة جزء حلو كده من الكريباية التانية. وحطّي بقى الكريمة بتاعتِك واوعي تجيبيها على الأحرف، إحنا عايزينها بس في النُص كده زي ما أنتِ شايفة. وابدئي كده بأي بقى اسباتيولا عندِك، أي أداة زي اللي عندي. بُصّي أي حاجة متواجدة عندِك ابدئي سوي بيها الكريمة، وهاتي المانجا وابدئي رصيها كده جنب بعضيها زي ما أنتِ شايفاني رصيتها كده. وهاتي بقى الرول الكريب، اعملي الأول اتني الجناب زي ما أنتِ شايفاني، وطبعًا إن أنتِ تشوفيني أحسن جدًا من إن أنا أشرح. وابدئي رولي بقى رول الكريب الخطير الجميل اللي أنتِ شايفاه ده. بجد من الحاجات المشرفة جدًا لو جاي لِك ضيوف تجهّزيه من قبلها من يوم وتنسي كده الحلو وتريّحي نفسِك. هاتي بقى ورق استرتش حطّي على الرخامة بتاعتِك، هنا الحتّة دي كانت سايبة حطّيت فيها حتّة كريمة كده عشان تمسك. ورولي بقى الرول بتاعِك بالاسترتش كده أو فويل أو ورق زبدة المتواجد عندِك أو كيس بلاستيك أي حاجة، ودخّليه التلاجة عملته قبلها بليلة. أقل حاجة لو هتعمليه ومستعجلة، أقل حاجة يقعد في التلاجة من 3 ساعات ل4 ساعات. لكن أنا عملته قبلها بليلة وحطيته في التلاجة وصحيت بقى إيه، يعني كلناه بالهنا والشفا. جميل جدًا ومُشرِّف جدًا في حاجات إن أنتِ لو جاي لِك ضيوف وعايزة تعملي حاجة سريعة وبسرعة. شايفة بقى الجمال والحلاوة، بجد يا جماعة وصف ما فيش حاجة تاني، وصفة فعلًا هتشرّفِك، أتمنى تجرّبيها. بجد لازم تجربوها. وصفة مش هتدوقوا ولا دقتوا زيها. هي بجد من عاشقة قلبي كده. الكريب بالمانجا حاجة كده يا جماعة وهمية رهيبة. أتمنى بجد إن انتوا تجربوا الوصفة وتكتبوا لي النهارده في التعليقات وتشيروا الفيديو كتير علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، لأن الوصفة دي فعلا تستاهل التجربة. أسيبكم بقى في رعاية الله وأقول لكم سلام.